فكر فيه أصلا، لكن هو يشوف نفسه مظلوم، يشوف نفسه ما حد يعطيه وجه. أبدا، الناس كلهم معاه، لكن هو حاط هذا الشيء بينه وبينهم، وبالتالي يحصل له هذا الشيء ويتمادى فيه. تعرفون الآية القرآنية الله تعالى ماذا يقول؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم فأوردكم النار. يعني هذا الظن طبعا هو الظن يأتي بمعنى عدة في القرآن والسنة وحتى في اللغة. الظن بمعنى اليقين، والظن بمعنى الشك، لكن هنا بمعنى العلم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم. فذلك قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. لا تظن بربك إلا الخير، لا تظن بربك إلا أنه سيفتح لك أبواب الخير، لأنه خلقك في هذه الدنيا وأوجدك عشان يرزقك. مش هو الذي قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ الله تعالى رزق عليك.